اديني أقل من دقيقتين بس. أنا مش جاي أحمسك ولا جاي أقولك إن كل حاجة هتبقى تمام. أنا جاي أقول الحقيقة، الحقيقة اللي أنت شايلها كل يوم بس عمرك ما بتقولها بصوت عالي. أنت حاسس إنك فاشل في حياتك، حاسس إنك متأخر، حاسس إنك ضعيف، حاسس إن فيك حاجة غلط. بس اسمعني كويس، أنت مش فاشل. الحياة هي اللي بتكسرك واحدة واحدة في هدوء. محدش شايف قد إيه أنت تعبان، لأنك لسه بتصحى، لسه بتروح الشغل، لسه بتضحك، ولسه بتقول أنا تمام. فالدنيا فاكرة إنك قوي، بس محدش شايف التقيل اللي جواك وإزاي مكمل مع إن مفيش حاجة بقت مفرحة زي زمان. محدش شايف ضغط المسؤولية وإنت لسه مش جاهز. محدش شايف قد إيه بتعيد تفكيرك في الماضي وتقول لنفسك أنا كان المفروض أبقى أكتر من كده. أنت ما بقيتش كسول وما ضيعتش انضباطك، أنت بس تعبت من إنك شايل كل حاجة لوحدك، تعبت من التوقعات، تعبت من التمثيل إنك كويس، تعبت من إنك تبقى قوي ومحدش عمره سأل أنت عامل إيه. وأكتر حاجة بتوجع إنك بتلوم نفسك على حياة عمرها ما استنتك ولا هديت عليك. بس اسمع الكلام ده، لو أنت لسه بتظهر كل يوم حتى وأنت حاسس إنك فاضي من جواك، لو لسه بتحاول حتى وأنت تايه، ده مش فشل، ده بقاء. والبقاء معناه إن لسه في قوة جواك حتى لو مش حاسس بيها دلوقتي. فما تكسرش نفسك على المرحلة دي، هي ما جاتش تدمرك، جت توريك قد إيه أنت كنت شايل وساكت. وفي يوم، مش النهاردة ولا بكرة، بس في يوم هتبص ورا وتفهم إن دي ما كانتش لحظة فشلك، دي كانت لحظة صمودك. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، اكتب في الكومنت أنا مش تمام، مش علشان الناس، علشان نفسك. ولو مش عايز تشيل الوجع ده لوحدك تاني، اشترك، خلي المنطلق تمشي معاك في الرحلة دي، مش علشان تضغطك ولا تحكمك، بس علشان تمشي جنبك.